السلام عليكم شباب ورحمة الله وبركاته. معكم محمد من قناة برنس جوكو. يوم عدى معاكم بانطباع بليتش الموسم الثاني، الحلقة 20 أو 7 أعتقد. حلقة أسطورية الصراحة، لا يعلى عليها وصدق يعني. الكل كان منتظرها، ويعني صدق فاقت التوقعات، اللي هي يعني تفجير القوة المجنونة لزاراكي كيمباتشي. أول شي نبدأ بأحداث الحلقة. آخر شي احنا عرفنا إنه هذا يوتشيرو أو ياتشيرو، نعم، وذيك النائبة مال أونهانا، ودورا جاهم هذا من أحد اليكوينشي اللي ما أعرف شنو قوته. إنه المهم قاعد يعني تمهيد لقتال زاراكي، وقاعد يعني يضرب بهاي مساعدة زاراكي كيمباتشي، لحد ما بالنهاية اجى زاراكي. وزاراكي اكيد ما قضى على هذا، لان جريمي اللي هو الكونش هذا الاقوى منه اجى وقضى على الشخص هذا اللي كان موجود. فقال انه مثل يعني انه انت ها هي ودع ودع واترك الامر الي. انت ما كانت قوتك كافية بالنسبة انه تقضى عليهم. المهم هنا شفنا يعني قتال، انه شفنا مواجهة قوية بين هذا جريمي وزاراكي كيمباتشي. زاراكي كالعادة يعني كلامه اسطوري. كلامه اسطوري. قوته هذا الشخص جريمي اللي هو تخيلات، يعني اي شيء يتخيله كأنه ممكن يصير بالواقع، بحيث هاي ايديها صارت بسكوت لان هو تخيلها. مو بعدين شفت او لا، اعتقد شفت تخيلاته عن الشفاء بالنسبة إله، لأن قال أنا إنه إن شفت إنه جراحة من كيمباتشي ما أثرت عليه، يعني معناته إنه هو هذا قوته يعني قوية نوعا ما. آه، يعني صار القتال بيناتهم. آه، والحلو بيها زاراكي هنا تفجر بالطاقة الأسطورية مالته المجنونة، يعني الشيطانية. وهاي كلها بس بشيكات، بس شوفوا صورة السيف مالته شلون أسطوري، يعني كلش كلش رهيب. حرفيا زركي بدع بهاي الحلقة، وصدق كاتب الطا حقه ويعطي كل الشخصيات حقها. زركي شلون هذا بس بطور الشيكاي، يعني الهستوى اللي اتقنه. يعني تخيل البنكة مالته شلون راح يصير، صدق مدمر، اقوى قائد راح يكون. الصراحة الحلقة رهيبة. الحلقة رهيبة، وشفنا شلون انهزم هذا جريمي. عفوا بالنهاية يعني ما أسمح ند إله. حتى بعد ما سوى طاقة وهاي وتغيرت طاقته هم نفس الشي. وحبسها مثل بعالم، ومن قضى عن نيزك، يعني زارك أسطوري. هذا مجنون، صدق مجنون. قضى عن نيزك، ولا حسب لأي أحد، يعني هو صدق نقذ السيرتي. حرفيا حلقة حلوة يعني كلش. لان شخصية مثل زركي يستاهل ان واحد انه يسوي له حلقة اسطورية تكون بهالفخامة هاي والقوة. بس هي مشكلتهم يعني هذا الانمي انه صاير القتالات سريعة. قتالات سريعة بسرعة تخلص، مو مثل قبل يعني. مع انه ممكن. واكو معلومة انه يقول لك مشهد النيزك هذا كان يحتاج وقت حتى تظهر عضلة المشهد، لانه في المانجا كوب وسلط الضوء على عدة مواقع وعدة رياكشن. كان الامر ليكون مثل نيزك ما دار من حيث التشويق والاكشن. فانه صحيح اكو لقطات بالمانجا ما موجودة بالانمي، بس هي مو ذاك المهم، يعني ذاك شي مهم اكيد، يعني خطأ انه تنحذف، انه نفهم احنا. بس هو ما حذف شي مهم، يعني رياكشنات من صار نيزك. شفنا احنا كلام القادة وهاي، بس ما شفنا كو رياكشنات ثانية اكو بالمانجا طالع احنا ما شفناها، لانه محاذفها كوبو الكاتب. بس صراحة الحلقة حلوة، تستاهل يعني تقريبا تقييم 8.5 من 10. حلقة بعنوان يعني هو زاراكي كيمباتشي، بدون أي منازع قوته أسطورية. راح نشوف تدريجيا يعني شلون راح يتقن البانكاي، وأكيد يعني راح يتقن البانكاي بالنهاية. ما أعرف هذا الكور أو بالكور القادم يمكن، أو بالأخير. المهم هذا اللي كان عندي يا شباب. أتمنى اللايك والاشتراك، والقاكم في فيديو جديد. إلى اللقاء.
طبعا الآسف، المقطع السابق تكلمت عن الزلكي هواي اني انه هو افضل السيافين واقوى السيافين. بعد هاي الحلقة اللي شفتها راح اخليه مركز اول تطبيل للصبح. يلا يا شباب، اتمنى القاكم في فيديو جديد. الى اللقاء.